لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. سلام حبيباتي، مرحبا بكم في قناة وصفات مع أحلام. إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو كامل بخير وبألف خير. وصفتنا لنا اليوم وصفة خو دوموندي سورتو في رمضان، يعني لسهرة رمضان. راح نعطيكم اليوم دي تارتولات بلا موسى لورانج بزاف شابين، بما انه راه البرتقال متواجد يعني والسعر تاعو رخيص. بروفيتو يا البنات. اول حاجه حبيباتي نرحب بكامل المشتركات اللي راهم يزوروا في القناه لاول مره، نقول لكم الف مرحبا، نورتوني نورتوا القناه. واللي راهي باديه معايا من اول وجديد نقول لك حبيبتي الله يعطيك واش تتمناي. شكرا بزاف على التفاعل المستمر، شكرا بزاف على لي جيم تاعكم، على التعليقات تاعكم، الله لا يخطيكم. بون نروحوا ديراكتومون بور لي زانغريديون اللي نسحقوهم. اول حاجه روحي حبيبتي ديري لي لايك، اشتراك مع تفعيل الجرس، وبارطاجي هاد لا فيديو مع كامل صحاباتك. علاش تبارطاجيها هكا؟ باش تعاون الفائده للجميع وتشجعوني ونجيب لكم دائما احلى الوصفات. اول حاجه اللي نبداو بها بيان سور راح نبداو بلا كريم الورانج اللي تقدري ديري بها يعني تحليات، تقدري ديريها في لي فيغين، تقدري ديري في يعني في لي تارتولات، تقدري ديريها في لي تارت، بزاف شابه. هاد لا كريم عندي هنايا جبت الكاسرونه تاعي، درت فيها 2 حبات تاع البيض، ودرت فيها كاس ناقص يعني نص كاس تاع سكر. فوالا ديروا نص كاس هكا باش ما تجيكمش حلوه بزاف لا كريم تاعكم، او ميم طون ما تجيكمش يعني صامته. علاش هنايا نديروا نص كاس؟ باسكو البرتقال تاعنا ديجا راهو حلو، ما نسحقوش بزاف. راح ندير كذلك 2 ملاعق من المايزينا، ولا ديروا ملعقه واحده تكون معمره مليح، ولا 2 ملاعق ما يكونوش معمرين. شوفوا انا شحال درت، يعني لا كونتيتي ما نكثروش المايزينا هكا باش ما تجيناش هذيك لا كريم ثقيله، وكي ناكلوا نحسوا شو راني ناكلوا في حاجه هكا معجنه، جينا خفيفه. نخلطوا مليح البنات هذاك السكر والبيض والمايزينا، ونبداو نضيفوا فيه كاس تاع عصير البرتقال اللي كنا صفيناه من قبل، نبداو نضيفوا فيه تدريجيا حتى هو يحل لنا هذيك المايزينا، ويعني المكونات كاع يمزجهم لنا مع بعض. فوالا كي نخلطوهم نروحوا نديروهم على نار. هنا البنات لازم النار تاعنا تكون ناقصه، يعني نطيبوها ابتي فو. علاش نطيبوها ابتي فو؟ باش البيض تاعنا ماشي ديراكتومون يطيب ويعني نلقاوه هكا في الكاسرونه من تحت، نلقاوه هكا البيض مقلي ونواسو. لا طيبيها غير بشويه باش تروح له ديجا هذيك بنات البيض والمكونات يتمازجوا. كي تبدا دير لنا في دوك الفقاعات حبسي هنا يا حبيبتي، من بعد ما تبدا دير لك في هذوك الفقاعات يعني هذوك لي بول، قليها من فوق النار تحسيها انه سي بون ديجا بدات تثقل. ولازم ابتي فو البنات. ديري هنايا حوالي 50 غرام يعني مورف تاع زبده، وضيفي ملعقه من لافاني، وخلطي مليح المكونات تاعك. شوفوا ديجا كي تبداو تخلطوا الريحه تاع التشينا واللافاني، شوفوا ريحه هايله شهيتكم في الجنه. نقلوها من الكاسرونه تاعنا، راح نديروها في ان بول ولا فيها ان بتي ريسيبيون كيما هكا كينا، ولازم تغطيها اون كونتاكت. علاش نغطوها اون كونتاكت؟ باش ما ديرناش هذيك القشره من الفوق شغل تيبس، او ميم طون على الفريجيدير. فوالا غنغطوها كيما راكم تشوفوا اون كونتاكت، ونخلوها في الفريجيدير. هنا لازم تبرد. هنا تقدري تصنعيها يعني في الليل تخدمي بها غدوه من ذاك، ولا تقدري يعني ماكسيموم 4 سوايع. يعني شوفوا هي فيت تبرد. نروحوا الان لاباط. هاد لاباط انا جامي نبدلها، دائما نخدم بها اللي تارتولات تاعي، يعني تجي بزاف شابه، تجي يعني كميه كثيره البنات. ب 125 غرام تاع زبده تخرج لك 15 وحده، والحجم تاعهم كبير ماشي صغير، وتخرج لك وحده صغيره يعني. وتجي لاباط تاعنا مقرمشه مبسه بنينه، ماشي لاباط يابسه بعيده بزاف على اللي تتباع برا، صراحه بعيده بالبزاف على تاع الزيت، يعني يابسه تاع الزيت برا، يابسه شغل كي تاكلي في حاجه هكا يابسه. لي تارتولات ما يجوش كيما هكينا، لا هي تجي كيما لاباط هي بات صابلي، بصح تجي شويه مقرمشه زياده على الصابلي. فوالا عندي هنا جبت الريسيبيون تاعي، درت فيه 125 غرام تاع زبده، درت فيه 2 صفار تاع البيض، ملعقه كبيره من اللافاني، رشه تاع الملح، وعندنا نص كاس تاع السكر الناعم، وعندنا نص كاس تاع المايزينا. هنا ما نستعمل انايا باتور، هنا تقدري تخلطي المكونات تاعك بالباتور يعني عادي، انايا ما نستعملش الباتور. فوالا نخلط فقط هكا بيدي لانه ما تحتاج باش نخلطوها بزاف، ولا فهمتوا؟ ضفت هنا نص كاس تاع المايزينا، ونبدا نخلط في المكونات تاوعي ونجمعهم. انا البنات هذه المره استعملت هذه الزبده هيبه. بكل صراحه كنت في شحال باغيه نجربها، لكن من بعد كي جربتها كي درتها في الريسيبيون عاد باش قريت باللي الزبده خاصه للطلي يعني مش الحلويات. لكن فينالمون الحمد لله يا ربي يعني جاتني لاباط شابه، هي شغل جايه كيما السمن
شغل مش عارف انا ما استعملتهاش كانت بارده بزاف ولا ما خليش لاباط تبرد بزاف. مي راح تشوفوا يعني اللي تارتولات تاوعي ما طاحوا لي في لو فور، يعني ما تكسروا ما خسروا ما حتى حاجه. يعني شوفوا البنات، بديت نضيف الفرينه حتى تحصلت على هاد لاباط، يعني لازم القوام تاعها يكون طري ما يكونش يابس. وجبت لي مول تاوعي، انا هذو شريتهم جدد، يعني كانوا عندي 10 بصح من بعد بدات لاباط تاعي تخرج لي 15 وحده، تسمى جيتي اوبليجي باش نزيد هذوك 5 باش نبدا نطيب ديريكتومون. درتهم في لو بلاطو وخليتهم يبردوا مليح مليح مليح. كي بردوا ثقبتهم بالفرشطه ودخلتهم يطيبوا. هنا البنات بعد ما كنت طيبتهم كيما راكم تشوفوا، هنا طيبتهم شويه حمرين يعني زياده باسكو في الدار بغاوهم يعني مقرمشين زياده. اذا بغيتيهم يعني نورمال لاباط تاعك صابلي عادي ما طيبيهمش بزاف، كيبقى عندك انت لو شوا. مي كاع كي طيبيهم هكا ما يجوكش يابسين باسكو ماناش دايرين اصلا فيهم لو بلون دوف. فوالا البنات خليتهم بردوا مليح 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 ديموليتهم ورحت نخدم هنايا لاموس تاعي. بون بور لاموس واش نحتاجو؟ عندي هنا كاس تاع لا بودر تاع لا شونتي، راح نطلعها بالنصف كاس تاع الماء. طلعتهم مليح مليح مليح. هنا راح تشوفوا انه لا كريم شونتي تاعكم ديجا كي طلعتوها بنص كاس تاع الماء تجيكم شويه ثقيله. مي حنا شنو راح نضيفوا لها؟ راح نضيفوا لها هذيك لا كريم لورونج اللي كنا ضفناها نهار الاول، راح تجينا كيف كيف. شوفوا لا كريم تاعي بعد ما كانت بردت. هنايا انا قبل كي كنت نخدم لا كريم وحدها نضربها هكا ضربه بالميكسور باش تجيني بزاف ليس وخفيفه. مي بويسك ما راش نحتاجها كيما هكا يعني ما ميكسيتهاش. نتوما تقدروا هنايا تميكسوها ولا تقدروا تخلوها كيما هكا. جبت هذوك لي تارتولات تاوي بعد ما كانوا بردوا، ضفت لهم هنايا كيما راكم تشوفوا ملعقه من هذيك لا كريم تاع البرتقال اللي خليناها بردت. والريحه يا البنات راهي تشهي، مي لازم يكونوا باردين. نروحوا بو لاموس. عندي هذيك لا كريم شونتي اللي كنا طلعناها، راح نضيفوا لها هذيك لا كريم لورانج اللي كانت بقات لنا. ضيفوها كامله يا البنات ونخلطوهم. مي هنا ما راح نخلط بزاف، راح نخلط ماكسيموم 5 مينوت باغ لو طون يعني اللي تتمزج لنا هذيك لا كريم شونتي مع هذيك لا موس مع هذيك لا كريم لورانج باش نتحصلوا على ان موس بذوق البرتقال. هنا انا ما بغيتش نضيف لها يعني لي زاروم، يعني تقدروا هنا تضيفوا لها لي زاروم باش تعطيكم ان كولور يعني فونسي على هكا. مي انا ما بغيتش. المهم من بعد ما كنت خلطتهم كيما راكم تشوفوا 5 مينوت، درت لا كريم تاعي في اون بوشادوي وبديت نبوشي بها. استعملوا يعني التزيين اللي يعجبكم. انا فضلت هذا التزيين يعني سامبل. راح نكمل ونوريهم لكم حبيباتي في صحن التقديم. الى هنا حبيباتي لحقنا لنهايه لا فيديو. وصفتنا لنا اليوم راهي واجده امامكم دي تارتولات بموس البرتقال بزاف بزاف شابين منعشين يا البنات، سورتو كي تكونوا هكا صايمين وديروهم للتحليه. ما عندي ما نقول لكم جو فريمون بزاف بزاف بنان. انا كيما راكم تشوفوا يعني كنت مزينهم برك بلا فيدور، ميزت لهم هذيك شويه تاع البرتقال باش يبانوا بلي يعني بذوق البرتقال. ويبقى التزيين دائما اختياري. وبيان سور ما راحش نكوبي لا فيديو بلا ما نقسم لكم واحده باش تشوفها كيفاش جات. هنايا الخدمه كنت نقسم به في لي فريز وقسمت به فرد لي لا كريم روج. مي شوفوا من الداخل كيفاش يجوا. شاهدكم في الجنه حبيباتي، تهلاو في رواحكم، سلام.